السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بيتبقى معاكي كل يوم عيش فينو من السندوتشات المدارس، تعالوا اقول لكم النهارده هنعمل بيه ايه. حاجة خطيرة بجد، ده كنز في البيت. تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. بس في البداية نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولو لسه مشتركتوش معايا اتمنى تدعموني وتشتركوا معايا في القناة. اول حاجة انا حطيت العيش الفينو بتاعي ده في الفرن، سبته شوية في الفرن لحد ما ينشف. درجة ان احنا ننشفه دي انتوا اللي بتتحكموا فيها، اما انتوا عايزينه ناعم قوي يبقى هتنشفوه قوي في الفرن. بس طبعا احنا بنسيبه، يعني بنجمع العيش ده فبنسيبه بره طبعا ونغطيه كده، يعني يومين ثلاثة كده قبل ما نجمع عيش، فهتلاقوه نشف شوية. فاول مجرد ما هتحطوه في سطح الفرن هتلاقوه نشف معاكم. هبتدي ان انا اخده اقطعه كده وهضربه بقى في الكبة بتاعتي. شايفين طالع معايا بقى بقسماط ناعم جدا. ولو انتوا بقى عايزينه زي ده كده، عارفين البانكو اللي احنا بنشتريه ده بيبقى زي ما يكون خشن شويه مش ناعم قوي. فده بنخلي العيش بتاعنا يطلع شايفين طري شويه، يعني مش ناشف قوي. لو انتوا عايزينه زي اللي انتوا شايفينه ده، لو انتوا عايزينه ناعم قوي بتنشفوا العيش بتاعكم كويس خالص قبل ما تضربوه. او شايفين يعني هو ناشف بس تحس ان هو بيتقطع شويه معاكم. فده قدامكم الحل من الاتنين. لو عايزينه ناعم قوي هتنشفوا العيش، لو انتوا عايزينه يعني في حتت كده يبقى انتوا هتخلوا العيش بتاعكم طري شويه. بعد كده بعد ما ضربنا الكميه بتاعتي كلها هنبتدي بقى نبهره شويه. عندي معلقه من البابريكا، نص معلقه من الفلفل الاسود، طبعا كميه التوابل دي بترجع لكميه البقسماط بتاعكم. بعد كده معلقه من التوم البودر، وعندي معلقه من الكركم، معلقه من الكاري. ونقلب كل الكلام ده مع بعض. شويه توابل بتخلي ريحه البقسماط بتاعك حلو جدا. استخدميه بقى في اي حاجه عايزه تعملي بيها كفر خارجي، يعني البانيه والحاجات اللي احنا بنستخدمها لاستخدامنا اليومي دي. بجد تحفه، نتيجته حلوه قوي وبيخلي طعمه حلو قوي. بس مش هننسى بقى شويه ملح بس كده صغيرين قبل ما نيجي نستخدم البقسماط بتاعي. وبعد ما قلبته بقى كويس هبتدي ان انا احطه في الفرن. انا طبعا يعني مسخنه، ممكن نسخن الفرن كويس قوي. انا مش عايزاه ياخد لون، لان لما نيجي نحمر فيه هنحمر الحاجه اللي احنا هنعمل بيها البقسماط دي ما تتحرقش معايا، فانا مش عايزاه ياخد لون. هنولع الفرن بس، وبعد كده اول ما الفرن يسخن هنطفيه ونحط البقسماط ده في الفرن كده شويه لحد ما يبتدي بس ريحه التوابل بتاعتي تطلع شويه. وكده بقى جاهز معايا وبجد خطير. وكمان عشان العيش اللي احنا عاملينه طري شويه ينشف معانا ونقدر نحافظ عليه لفترة أطول. كده الوصفة خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.